اذا يماك وصلت 50 سنه جا الوقت باش توقفوا في بلاصتها في الكوزينه، راح تحميلها المفاصل تاعها وراح تدعي لك بزاف بزاف وتدعي لي معك. الركبه هاي لك هي تلاقي تاع زوج عظمات مغلفين بان كارتيلاج اللي اسمه غضروف، معناتها بين الزوج عظمات هادو كاين زوج غضاريف، والكل راهو داخل اون كابسول اللي راهو داخل فيها الليكيد معناتها سائل. الكارتيلاج عنده دور انه ينقص الضغط على الزوج عظمات هادو اللي اذا تلاقاو مع بعض ولا لو كان جزء صغير وصلنا لمرحله اسمها ارثروز. دوك الام واش راح يصرى لها هنايا؟ سطر في الركبه ما تقدرش تحركها، ونقدروا نوصلوا حتى وين لا كابسول هذيك تتعمر بالماء بسبب الالتهاب. الشيء اللي راح يمنحها انها تقوم بالحياه اليوميه تاعها، والعلاج هنايا صعيب، معناتها تبقى الوقايه هي الصح. واذا بفعل السن الله غالب الام تاعك وصلت لمرحله وين هاد دو كارتيلاج ولا زوج عظمات راهم يتلاقاو، هذه هي سنه الحياه، انتم راكم واصلين ليها. يعني ما تخليش الكارما تعاقبك، اخدم لهذاك الوقت من دوك، ما تخلوهاش توقف بزاف وعاونوها في الكوزينه ودوها للطبيب تاعها.